رش الجنزبيل على البصل وهتوفري ملايين الملايين. الفيديو ده فيه افكار كتيرة هتعجبك، ما تنسيش تصلي على النبي في الكومنتات، ولو عجبك الفيديو ما تنسيش اللايك الحلو منك وما تبقيش بخيلة. وتعالي بقى اقولك على فكرة جميلة جدا من قشر البصل اللي احنا كنا بنرميه. بعد النهاردة كده، بعد الفيديو بتاع النهاردة كده مش هترمي قشر البصل خالص. تعالى بقى اقول لك على فكره جميله جدا من قشر البصل، سواء لونه احمر او الابيض. هتجمعي كده حبه من حلوين من قشر البصل، وهتجيبي كده كوبايه الشاي اللي احنا بنشرب فيها الشاي. هتحطي فيها شويه البصل دول، شويه قشر البصل دول، بعد ما تكوني غسلتيهم كويس قوي ونشفتيهم كويس قوي. وهتجيبي بقى معلقة صغيرة من الجنزبيل زي ما انتوا شايفين كده، معلقة الشاي. وهتحطي معلقة صغيرة من الجنزبيل على قشر البصل ده. وهتكوني طبعا بتغلي مية في الكنكة. وهتجيبي كمان نص ليمونة، نص الليمونة ده هتعصري عصرتين بس من الليمونة زي ما انت شايفة كده. وهتجيبي المية المغلية وهتدلقيها على الكوباية زي ما انت شايفة كده، مية مغلية على البصل، على قشر البصل والجنزبيل، وكمان عصرة الليمونة. كمان هتيجي هتقلبي شوية بالمعلقة، وكمان هتغطيه شوية علشان لحد بس ما يبرد شوية. لو لسه بتابعيني لحد دلوقتي ما تنسيش اللايك الحلو منك وتصلي على النبي في الكومنتات. افكارنا جميلة وجديدة وهتعجبك جدا. طبعا بعد ما برد شوية جبت المصفى وصفيته في كوباية تانية زي ما انتوا شايفين كده. هتبتدي بقى تقلبيه بمعلقة من العسل، العسل الابيض، او بمعلقة سكر، وهتشربيه كده مرة في اليوم. ده طبعا بيعمل مفيد جدا للناس اللي